بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. يعني إيه تفكير كارثي؟ وإزاي الشخص يكون بيفكر بأسلوب كارثي؟ وإزاي بيؤثر عليه وعلى صحته؟ وإزاي كمان نقدر إن احنا نبطل الطريقة دي؟ بس قبل ما أبدأ وأرد على السؤال ده بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد، ويلا بينا نبدأ الحلقة. وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس وتشتركوا على القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. التفكير الكارثي هو إن أنا أكون قاعد كده مثلا سرحان ولاقي نفسي دماغي بدأت تجيب أفكار سلبية، وبدأت ان انا اشترك في الافكار السلبية دي، وفكرة سلبية جابت فكرة سلبية جابت فكرة سلبية، فبقيت عامل دماغي عاملة زي مستنقع الافكار السلبية. وبعد كده بدأت احس بالقلق وبالتوتر وبالخوف الشديد، مع ان مفيش اي حاجة حصلت في الامر الواقع. تلاقي نفسك ان انت بتعيش اسوأ سيناريو ممكن، دماغك عمالة بتجيب the worst case scenario، دماغك عمالة بتجيب اسوأ السيناريوهات الممكنة. والفكرة والمشكلة انك بتصدق ان السيناريوهات دي ممكن تحصل، مع ان السيناريوهات دي بتكون رد فعل رياكشن على خوفك وقلقك، مش بتكون امر واقع هيحصل لك في حياتك. هي الاعراض اللي لو ظهرت عليك تعرف ان انت عندك تفكير كارثي مفرط. رقم واحد، هتلاقي نفسك ان انت عندك مشاعر زي القلق والتوتر الشديد. رقم اتنين، هتلاقي نفسك ان انت عندك افكار متسارعة، اللي في افكار السلبيه عماله تيجي في دماغك بسرعه. حاسس مؤخرا او يعني طارئ عليك الاكتئاب والحزن. طبعا كلامك لنفسك سلبي، حاسس ان انت دايما حزين، دايما بتنقد ذاتك وبتنقد نفسك، حاسس بالغضب، حاسس بالاحباط. زي بقى اقدر ان انا ابطل التفكير الكارثي؟ رقم واحد، انا محتاج ان انا ابطل اركز على حياتي زياده عن اللزوم. انا محتاج ان انا اركز على الاخرين شويه. يعني الواحد من كتر ما هو بيركز على حياته بيجيله هس، بيقعد يفكر كتير قوي، بيبرون. انما لما بيبدا ان هو يفكر في حياه الاخرين او يبص للاخرين، بيبتدي افكاره الكارثيه دي تهدى وتقل. لما انت هتفكر في حياه الاخرين، انت هتحاول ان انت تلاقي لهم مساعدات وتكون طيب وكويس معاهم، وده هيخليك تكون اهدى كتير. حاول ان انت تحافظ على علاقاتك الاجتماعيه حتى في الأوقات الصعبة وحتى في الأوقات الحلوة. يعني لو انت مر عليك تحديات، ما تبعدش عن الناس وما تبعدش عن صحابك. ولو انت في فترة في حياتك حاسس ان الدنيا حلوة والدنيا ماشية كويس، حاول ان انت برضو تحافظ على العلاقات في حياتك. يكون عندك كوميونيتي، عندك مجموعة من الناس بتقعد معاهم، بتتشارك معاهم، بتتكلموا مع بعض، بتفتحوا مواضيع هادفة مع بعض. وجودك وسط مجموعة ده هيساعدك جدا ان انت تبطل تفكير بشكل كارثي. دايما تكون يقظ، يعني تمارس تمارين اليقظة، المايندفولنس، الا وهو انك تعمل التمارين اللي دايما بتخليك في اللحظة، اللي دايما بتخليك في هنا والآن. لا تكون طاير في المستقبل وخايف منه وخايف من المجهول، ولا انك تكون راجع للماضي وتفكر في الماضي ويرعبك الماضي وتحس ان انت فاقد السيطرة لان انت مش عارف انك تغير الماضي. حاول دايما تكون في اللحظة، سيبش نفسك لوقت الفراغ. يعني حاول ان انت تمارس هواياتك، هوايات زي مثلا ان انت ترسم، تلون، تتمشى، تلعب رياضة، تلعب يوجا، تصلي، تسبح، تسمع مثلا مزيكا وترقص. تعمل هوايات بحيث ان انت تكون في اللحظة. الهوايات بتساعدك ان انت تكون في هنا والآن. لازم تعرف ان انت ما عندكش قدرة على السيطرة على الماضي. خلاص، اللي حصل حصل في الماضي وانا لازم اتصالح معاه. ولازم اعرف برضو ان انا ما عنديش القدرة على السيطرة على المستقبل. ليه؟ لان اللي هيحصل في المستقبل انا ما عنديش القدرة ان اسيطر عليه، ولكن انا لازم اكون عارف ان قدرتي على السيطرة هي في اللحظة، اختياراتي في اللحظة. انا هتصرف ازاي دلوقتي، انا هعمل ايه دلوقتي، انا هعمل ايه دلوقتي هينفعني قدام او هيفيدني قدام. فانا محتاج دايما اركز على اللحظة، اركز على هنا والان. اما يكون عندك افكار كارثية، حاول ان انت تخرج منها بان انت تقول انا عندي حل. مفيش حاجة في الحياة ملهاش حل، لكن احنا اللي ما بنكونش قادرين نجيب الحل.
بس هي دي الفكرة كلها. فلما يكون عندك تفكير كارثي حاول ان انت دايما تفكر على الحلول وما تفكرش على المشكلة، ما تفضلش تجري حوالين المشكلة، ولكن حاول دايما ان انت تروح تدور على حل وتبدأ ان انت تنفذه وتصبر على نتائجه وتلتزم وتكون مسؤول. تصبر على المجهول. الناس اللي بتخاف من المستقبل هم الناس اللي عندهم مشكلة مع المجهول، عندهم مشكلة يا ترى لو ده حصل انا هعمل ايه او انا هتصرف ازاي. حاول ان انت ما تفكرش في المجهول وما تخافش في المجهول وما تركزش مع المجهول، اي ما تفكرش في المستقبل ايه هي التوابع اللي هتحصل من اختياري ده. دي حاجة مش بتاعتك، دي حاجة بتاعت ربنا. فثق في ربنا وثق ان ربنا هيعمل احسن حاجة عشانك، لان ربنا هو رب المجهول، هو اللي قادر على المجهول. فحاول دايما ان انت تركز على اللحظة وتبعد تفكيرك عن المجهول بقدر الامكان. انت حاسس ان انت مش هتقدر ان انت تتعامل مع التفكير الكارثي وهو بدأ ان هو يضايقك في حياتك وبدأ ان هو يأثر عليك، حاول ان انت تروح لدكتور نفسي او لمعالج نفسي او لاخصائي نفسي يساعدك في ان انت تقدر تتغلب على الاسلوب الكارثي. لان التفكير الكارثي بيدمر حياة البني ادم، بيدمر حياة البني ادم وبيسلبه من السعادة وبيسلبه من السكينة وبيسلبه من الامان. ومع الوقت بتبدأ ان تتكون عنده الاضطرابات النفسية والاضطرابات العقلية. فلو انت عندك المشكلة دي ومش قادر ان انت تساعد نفسك، لازم تلجأ لطبيب او لدكتور او لمختص او لاخصائي علشان يساعدك في المشكلة دي. انا كده خلصت السؤال وخلصت الاجابة على السؤال. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تفعل زرار الجرس وتشترك على القناة وتعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة علشان نوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل لايك وتكتب لي كومنت وتقول لي هل انت عندك اسلوب التفكير الكارثي وازاي هتبدأ ان انت تغيره وتغير الاسلوب ده، ايه الادوات اللي انا قلتها وهتبدأ ان انت تمارسها وتستخدمها. كان معكم سلام سعد وتابعوني.